سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يثيب ثلاثة: الخازن، والمرأة تصدق، والزوج يكتسب، كل الثلاثة يؤجرون. ولكن هذا ما لم يمنعها الزوج من الصدقة، فإن منعها فإنه لا يحل لها أن تصدق. وكذلك قال الفقهاء رحمهم الله: أو تشك في رضاه فإنها لا تصدق. لكن إذا غلب على ظنها أنه يحب الصدقة وتصدقت وإن لم تستأذنه فلها أجر. فهو الآن إما أن يأذن لها وإما أن يمنعها، والحكم في هذا عجيب واضح: إن أذن لها فتصدق، وإن منعها لا تصدق. حتى لو كان بقية طعام وقالت أخشى إن بقي فسد فإنها لا تصدق به إذا كان منعها. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنها إذنه بذلك وفرحه به، فهنا تتصدق. الرابعة أن يغلب على ظنها أنه يكره ذلك ويمنع منه فلا تتصدق. والخامسة أن تشك وتتردد فلا تصدق. لكن دواء الرابعة والخامسة أن تستأذنه إذا كان يغلب على ظنها أنه يمنعه أو شك فلتستأذنه، فإن منعها فلتشر عليه بأن يأذن لها، فإن خاف منها